أهلا بيكم يا جميلات. عارفة، يمكن تكوني سامعة الحلقة دي وانت قاعدة في أوضة مكركبة شوية، أو طفل صغير بيعيط في الخلفية، أو يمكن وانت بتعملي ألف حاجة في نفس الوقت. بس بين كل ده في صوت جواكي بيقولك: أنا فين؟ أنا راحت فين الست اللي كنتها قبل كده؟ السؤال ده لو جه في بالك فالحلقة دي ليكي. تعالي نبدأ من الحقيقة البسيطة اللي محدش بيقولها بصراحة. بعد الأمومة انت مش بتتغيري بس، انت بتتشقي نصين. نص بيجري ورا مسؤولياتك، ورا البيت، ورا الطفل اللي محتاجك كل ثانية. والنص التاني واقف هناك بعيد، بيحاول يفتكر كان بيحب ايه، وكان بيضحك ازاي، وكان بينام من غير ذنب ازاي. وده مش ذنبك أبدا، ده طبيعي. بس اللي مش طبيعي إنك تفضلي عايشة من غير ما ترجعي تلمي النصين دول على بعض تاني. أول خطوة علشان ترجعي نفسك إنك توقفي جلد الذات. كل مهما كانت مثالية في نظر الناس، جواها صوت بيقول: أنا مقصرة. مقصرة في تربية ولادها، في شغلها، في شكلها، في حياتها الزوجية. بس خليني أقولك حاجة بوضوح: أنتي مش مقصرة، أنتي منهكة. في فرق كبير جدا. مقصرة يعني مش بتحاولي، لكن أنتي بتحاولي فوق طاقتك كل يوم. فبدل ما تقسي على نفسك، احتضنيها. قوليها: أنا تعبت وأنا محتاجة راحة. الكلمة دي مش ضعف، بالعكس دي أول لمسة صدق ترجعك لنفسك. تاني حاجة، ارجعي تهتمي بنفسك حتى لو بخطوة صغيرة جدا. أنا مش بتكلم عن لبس ولا مكياج ولا صور مثالية، بتكلم عن اهتمام حقيقي. وقت بسيط كل يوم تعملي فيه حاجة بتحبيها. كوباية قهوة تشربيها لوحدك من غير ما حد ينادي عليك، أو مشي 10 دقايق في الشمس، أو تسمعي أغنية كانت بتحرك جواكي حاجات صغيرة بس بتقول لنفسك: أنا لسه هنا. وفي حاجة تانية مهمة، ما تستنيش إن الناس تفهمك. يمكن جوزك مش هيحس بالتعب النفسي اللي جواكي، يمكن أهلك مش شايفين إنك محتاجة دعم، يمكن محدش بيسألك عاملة إيه بجد. وده وجع. بس صدقيني، نجاتك مش في إنهم يفهموا، نجاتك في إنك أنت تفهمي نفسك وتسمعيها وتقفي في صفها. اللي بينقذنا مش دايما حب الناس، أوقات بيكون إننا نحب نفسنا بالصدق الكفاية إننا ما نسيبهاش. أوقات كتير بعد الولادة بنبص في المراية ومش بنعرف اللي فيها. ملامحنا بتتغير، جسمنا بيتبدل، بنحس إننا فقدنا أنوثتنا. بس خليني أقولك الحقيقة اللي نسيتيها: انتي ما فقدتيهاش، انتي زودتي عليها معنى جديد. الأمومة مش بتمسح جمالك، هي بس بتحط عليه طبقة تعب محتاجة شوية وقت وراحة عشان تزيليها وتفتكري إنك لسه حلوة، ولسه أنثى، ولسه تستحقي تتحبي. حاولي ما تبقيش دايما في دور الأم طول الوقت. خدي لنفسك لحظات تكوني فيها انتي وبس، مش ماما، مش زوجة، مش مسؤولة عن حد. وقت بسيط تعيشي فيه كأنك بتتنفسي أول مرة. مش أنانية إنك تبعدي ساعة عن الدنيا كلها، دي ضرورة علشان ترجعي لهم بطاقة جديدة. وفي نص التعب كله حاولي تتصالحي مع فكرة إنك مش لازم ترجعي زي زمان، لأن الحقيقة مش المفروض ترجعي. زمان كنت نسخة قبل التجربة، دلوقتي انتي أعمق، أنضج، وعندك وجع بيخلي كلامك أحن وعيونك أصدق. ما تدوريش على النسخة القديمة، دوري على النسخة الجديدة اللي جواها حنية الأم وقوة الست اللي شالت الكون على كتفها ولسه واقفة. وفي حاجة كمان محدش بيقولها: الأم اللي بتحبيها جواكي محتاجة حب مش شكر. مش عايزة يسمعها حد يقول برافو، عايزة حضن. كلمة انتي عاملة اللي تقدري عليه. عايزة تفتكر ان اللي عملته مش قليل. فلو محدش قالك كده قبل كده، أنا بقولك دلوقتي: انتي عظيمة، حتى في أيامك اللي فيها دموع، حتى في لحظات ضعفك، حتى لما تحسي إنك بتضيعي. وأوقات كتير بيبقى الحل في إنك تخرجي شوية من دايرة الروتين. اكتبي مشاعرك حتى لو محدش هيقراها. اكتبي لنفسك رسالة تقولي فيها إنك سامحة نفسك على كل لحظة كنت فيها قاسية عليها. اكتبيها بحب، لأن الكتابة دي هتكون زي ضوء صغير بيطلع من جواكي، بيفك الحزن من مكانه وبيرجع لك إحساسك بنفسك واحدة واحدة. لو انت دلوقتي حاسة انك تايهة مش قادرة ترجعي لنفسك، افتكري ان الرجوع مش بيحصل مرة واحدة، هو مش زرار، هو طريق.
طريق كله خطوات صغيرة، بس كل خطوة فيهم ليها قيمة. كل مرة تختاري نفسك بدل الزحمة، كل مرة تعترفي بتعبك بدل ما تكمليه لوحدك، كل مرة تبصي في المراية وتبتسمي رغم كل اللي جواكي، دي خطوة ناحية نفسك. الأمومة مش سجن، هي مرحلة فيها وجع بس كمان فيها حكمة، مرحلة بتخليكي تشوفي الحياة بشكل أعمق وبتخلي حبك أصدق. بس علشان تكملي فيها صح لازم تفكري إنك تستحقي الراحة زي ما ابنك يستحقي حضنك، لأنك لو فضلتي فاضية مش هتعرفي تدي. وفي الآخر لو تسألي نفسك إزاي أرجع لنفسي تاني، الإجابة بسيطة: ما ترجعيش، خلقي نفسك من جديد، بس المرة دي خلقة فيها وعي، فيها حب، فيها اختيار. اختاري نفسك مش من باب الأنانية لكن من باب الأمان، لأن الطفل اللي جواكي محتاج يحس إن أمه بخير علشان يكبر هو بخير. وكل مرة تحسي إنك اتكعبلتي أو تعبتي، ارجعي اسمعي الكلام ده علشان تفكري نفسك إنك لسه جميلة ولسه تستاهلي تعيشي، مش بس علشان الناس اللي حواليكي لكن علشانك انتي. أنا بشكرك إنك سمعتي لحد هنا، وبطلب منك لو الكلام ده لمسك أو حسيت إنه شبهك شاركيه مع أي أم حاسة إنها فقدت نفسها، واشتركي في القناة علشان دايما تلاقي كلمة تطبطب على قلبك وقت ما تحسي إنك لوحدك، لأنك مش لوحدك، انتي أم وإنسانة ولسه فيكي حياة كتير تستاهل تتعاش.